السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اللب بتاع البطيخ، ازاي هنحمصه. احنا طبعا مجمعين اللب بتاع البطيخ وشاطفينه كويس قوي ومصفيينه، وانا كنت حاطاه في حاجة واسعة كده عشان ينشف وميبقاش ملزق في بعضه. طبعا انت ممكن تحوشي اللب بتاع الموسم كله اللي انت بتجيبي فيه بطيخ، تفضلي تحوشيه لحد ما يبقى كمية كبيرة. طبعا دول بتوع بطيختين بس مش كتير يعني، بس انا قلت اوريهولكوا ازاي هنحمصه ونخليه لب ان احنا نقدر نتسلى بيه واحنا قاعدين. تعالوا معايا. احنا جبنا طاسه اهي، هنحطها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط فيها اللب، وهنبتدي نحمصه كده اهو شويه. هو سهل قوي ان شاء الله، ما بياخدش وقت خالص. وهنفضل نحمصه كده شويه على نار مش عاليه قوي، نار متوسطه يعني عشان ما يتحرقش. فككوا كله من بعضه كده، مخليش حاجه لازقه في بعض. ونفضل نحمصه كده لحد ما يستوي معانا، ونحس كده ان هو ايه، ريحته ابتدت تطلع. لما يبتدي يستوي هنعرف. هو كده اللب يعتبر اتحمص معايا لان ريحته ابتدت تطلع. مش هسيبه طبعا لما يتحرق. دلوقتي بقى هنبتدي نحط له الملح. بس هنرش له معلقه من الميه عشان خاطر الملح يلزق في اللب. بسم الله الرحمن الرحيم. رشه خفيفه كده، وهنبتدي نحط الملح على حسب طبعا كميه اللب اللي عندنا، مش كتير قوي. ونقلبه كده عشان ايه، عشان الملح يتوزع فيه كله.
وبكده يعتبر خلص معانا كده اللب اتعمل. انا دقته لقيته استوى وطعمه جميل جدا، شبه اللب الاسمر كده. طريقه سهله جدا وحاجه مش مكلفه، موجوده في البيت، احنا اصلا بنرميها، حاجه ما كلفتناش حاجه خالص. الولاد هيتسلوا بيه. طبعا انت ممكن تحوشي كميه اكبر من دي بكتير. ودلوقتي هنطفي عليه. وكده اللب بتاعنا هو جاهز على الاكل على طول. هنسيبه بس يهدى شويه وبعدين ناكله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.